أهلًا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير، أحداث مثيرة، أحداث جديدة من مسلسل الخائن، تابعوا الأحداث الأخيرة من مسلسل الخائن، هالخص لكم الحلقات الأخيرة كلها، كمّلوا الحلقة، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. طبعًا أسيل مستمرة في الخطة اللي هي عاملاها علشان توقّع تيا وتنتقم من سيف في نفس الوقت. فلمّا الدكتورة جومانا قالت لها: "أنتِ ليه مش بتقدّمي الورق والفيديو اللي يبيّن إن تيا هي اللي كانت سايقة العربية و تدخّليها السجن وتخلصي منها؟" قالت لها: "دي مش غلطة تيا لوحدها ودي غلطة سيف معاها." قالت لها: "بس سيف بيحبِّك وعايزِك." قالت لها: "سيف آآ رغم كل إن تيا بتكذب عليه وبتقول له كلام مش حقيقي ومع ذلك فكّر إن أنا اللي كنت عايزة أموّت تيّا، فأنا لازم أنتقم منّهم هُم الاتنين وارتاح منّهم، سيف لازم يطلع من حياتي. فراح لها سيف وبتقول له: "أنت عملت إيه مع تيّا، أنت طلّقتها؟" فقال لها: "لأ، أصل زينة تعبانة." طبعًا كان بيكدب عليها علشان يأخّر موضوع الطلاق شوية. فتاني يوم راحت له الصبح وكانت واخدة معاها حاجة حلوة، فقالت لها تيّا: "أنتِ إيه اللي جايبِك الصبح بدري؟" فقالت لها: "ما تقلقيش أنا مش مطوّلة، ده أنا جاية أطمن على زينة، سيف بيقول لي إن هو تعبانة، جاية أفحصها فحص كامل." فردِّت نورة قالت له: بنتك أصلًا مش تعبانة، بتقول عليها كده ليه؟" فردِّت الدكتورة أسيل قالت: "أنا لسه هافحصها." قامت على طول تيّا قالت طبعًا من كتر ما بتقولي تعالَ يا سيف، تعالَ يا سيف، هو قرر إن هو أصلًا يقول لِك إن البنت تعبانة عشان تحِلّي عن سميه. وطبعًا تيا هسترِت ومسكت السكينة وكانت عايزة تقتل أسيل، حاول سيف يدافع عنها فاتضرب بالسكينة، وقع على طول، دخل المستشفى، كانت حالته خطيرة جدًا. وأسيل تبعته وكانت حزينة جدًا عليه، وفضلت معاه لحد ما نقلوا له دم وحالته استقرت، دخلت له نورة وقالت له: "أنت عارف إن تيّا ما كانتش قصدها تقتلك ولا قاصدة تعمل لك أي حاجة، كل المشكلة إن هي كانت بتدافع عن حقها وأنت عارف إن هي كارهة أسيل." فقال لها: "لأ، أنا أصلًا مش هاشتكي أم عيالي." دخلت له تيّا وهي طبعًا منهارة، قال لها: "إحنا لازم نبعد، أرجوكِ اطلعي برّه المستشفى." طلعت برّه المستشفى وهي منهارة، قابلت علاء، خدها على بيته وحصل ما بينهم علاقة، بعد كده قامت طبعًا عيّطت وقالت: "أنا مش رخيصة." إيه اللي جابني لهنا، ولكن هو بيحاول يهدّيها، بتروّح البيت وبييجي وراها سيف، نورة بتقول لها: "مالِك فيكِ إيه، ما قعدتيش مع جوزِك ليه؟" قالت لها: "هو مش عايزني." "لأ، لأ، أنا اللي مش عايزاه." دخل سيف بيقول لها: "تيا أنا لازم أتكلّم معاكِ، إحنا لازم ننفصل." طبعًا تيا بتتجن وبتنزل على رجله تبوسها وتقول له: خلّيني معاك." نورة بتشوفها بالمنظر ده بتقول لها: "قومي يا تيا واوعي على حالِك." بييجي عليه البوليس علشان ياخده، طبعًا بعد ما بلّغت عنه نورة إن هو استخدم التوكيل اللي هي عاملاه له وباع أراضي وعقارات باسم يزن ابنه، طبعًا تيا بتهستر وبتتجن وبتجري وراه وبتقعد تقول له: "خدوني معاه، ما تسيبونيش." وبتقعد تقول لها: "أنتِ السبب، أنتِ اللي عملتِ كل ده وأنتِ اللي هتدخّليه السجن." لحد ما بتتجنن. بتتصل بأسيل وهي في حالة هستيرية، أسيل بتحس إن في حاجة مش طبيعية، تحاول تلحقها وبتقول إن هي أكيد في شَكّة إيه المكان اللي كانوا بيتقابلوا مع بعض، وإن هي بتحاول تنتحر، فأسيل بتجري على المكان، بيتصل بيها علاء بيقول لها: "تيّا فين؟" قالت له: "تيّا تقريبًا في المكان اللي كنا فيه في شَكّة، أنا هابعت لك الlocation وتعالَ لي على هناك." علاء بيروح وبيلاقي أسيل بتنقذها. وبعدين تيّا بتكون في حالة مش متضبّطة خالص، حالة مهسترة مش مضبوطة، بتقول له اطلب الإسعاف ننقلها، بتطلب لها الإسعاف وبتروح نورة بتلاقيها في حالة غير طبيعية، فبتكلم أسيل، بعد ما علاء بيقول لها إن أسيل هي اللي أنقذت تيّا، فقالت لها طبعًا شكرًا، فقالت لها تيّا حالتها النفسية مش مضبوطة ومحتاج تروح مصحة. قالت لها: "لأ، أنا بنتي مش محتاجة تروح مصحة." قالت لها: "صدقيني ده أحسن ليها."
بتقول لها "أنا قُلت لكم من الأول ابعدوا عني وسيبوني في حالي، لكن أنتم ما سِبتونيش وفضلتوا ورايا، ما كانش قدّامي غير إني أكمّل الحرب اللي أنتم ابتديتوها ودي نهاية الحرب." فبترُد عليها نورة بتقول لها: "وأنتِ ربحتِ." فقالت لها: "عمومًا ما تقلقيش على تيّا، تيّا هتكون أحسن من الأول، سيبيها تتعالج لمّا تخرج من المصحة تفضل هتبقى أفضل من الأول خالص." نورة بتقول لها: بس سيف حرامي وسرق فلوس ولادي." فقالت لها: "عمومًا أنا مش محتاجة أصلًا فلوسكم، وما تنسيش إني الفلوس اللي خدها سيف هي في الأساس كان واخدها من يزن، سيف فك وديعة يزن لمّا عمل لتيّا الأتيليه أول ما عرفها، وعمومًا أنا كده مش أنا ولا ابني محتاجين أي حاجة، هارُد لكم كل الفلوس اللي أنتم خدتوها." فبترد عليها نورة وبتقول لها: "أنا باشكرِك مرة تانية إنِّك أنقذتِ حياة تيّا." سيف في حالة صعبة ما حدش بيسأل عنه، راحت له جمانة لقيته بيعيط بيقول لها: "أنا مش قادر أقف مع ولادي ولا شايف يزن ولا شايف زينة." فبتقول له: "إن حفلة تخرُّج يزن خلاص الأسبوع الجاي." فبيعيط وبيقول لها: "أنا ما حدش واقف معايا وإن هو لوحده وإن الحياة معاه بقت صعبة." جمانة صعبانة عليها جدًا سيف لكن مش عارفة تعمل له إيه، وبعد كده بتخرج من عنده جمانة وبتروح علشان حفلة التخرُّج بتاعة يزن بعد ما وصلت المستشفى نورة وطلّعت تيّا، تيّا بقت أحسن بتسأل عن علاء وما لهاش أي علاقة بسيف، ولكن صمّمت إن هي تروح على بيت أسيل علشان تشكرها إن هي أنقذت حياتها، ولكن قالت لها: "أنا مش باحبِّك ولكن أنا مديونة لِك بعمري لإنِّك أنقذتِ لي حياتي بعد ما كنت هاموت وهاسيب بنتي زينة لوحدها." بتجري على علاء وبيكمّلوا حياتهم مع بعض، بتيجي حفلة التخرُّج بتاعة يزن وكنين كلّهم بيقفوا مع بعض وبيتصوّروا، بعد ما أسيل أقنعت تيّا إن هي تتنازل عن القضية اللي رفعها على سيف، حوّلت كل الحاجات اللي باسم يزن لاسم تيّا، فبيطلع سيف من السجن وبيروح على حفلة تخرُّج يزن، بيلاقيهم بيتصوّروا مع بعض، بيعيّط، بيطلع بيلاقي زينة مع علاء، فبياخد علاء بيكلّم علاء وبياخد زينة من علاء وبيقول له: "أنت مش هتاخد محلّي لزينة." فتيّا بتقول له: "ابعد عننا وسيبنا نرجع زي الأول ولا أي حاجة هترجع زي الأول، حِل عن سمانا وابعد عننا." ولكن سيف بيعيّط وبيسيب كُلّه، بتطلع وراه أسيل، بتتجن هي من طلوع أسيل وراه، هو بيقول لها: "يالّا عشان نرجع لبعض ونبقى مع بعض أسرة واحدة زي ما كُنّا." قالت له: "إحنا عمرنا ما هنرجع لبعض، أنا كان لازم أورّيك وأشرّبك من الكاس اللي أنت شرّبته منّي." فرَد قال لها: "أنتِ كنتِ بتضحكي عليَّ كل ده، أنا عيّطت لِك وقُلت لِك أرجوكِ قولي لي لو بتضحكي عليَّ وبتنتقمي أو أنتِ فعلًا بتحبيني." قالت له: "أنا كمان عيّطت لك في الأول وقُلت لك إنك تقول لي الحقيقة وتقول لي إذا كنت بتحب واحدة تانية عليَّ والّا لأ، وأنت برضه كدبت، أنا كدبت زي ما أنت كدبت عليَّ وشرّبتك من نفس الكيس، أنت دلوقتي شُفت العذاب زي ما أنت ورّيته لي." وبتاخده في العربية وبترجّعه عند بيت والدته وبتحط له فلوس في الشنطة بتاعته علشان يقدر يصرف منها لإنه معهوش حاجة، وبترجع على حفلة يزن وبعد كده يزن وكنين بيسافروا أمريكا وهي بتحصّله وهو بيفضل يعيّط، بجد نهاية مؤسفة جدًا لسيف، إيه رأيكم في نهاية سيف وهل يستاهل النهاية دي والّا لأ؟ ده اللي هاستناه رأيكم في الcomment وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامة.